السلام عليكم الخوت، كي دايرين عشاق الافلام والقصص المشوقه؟ القصه ديالنا كتبدا مع ماكس، كلب عسكري واعر مدرب على اعلى مستوى. ماكس هو واحد من 3000 كلب اللي كيخدموا مع الجيش الامريكاني في العراق وافغانستان. الخدمه ديالو هي يشم ويقلب على السلاح والمتفجرات اللي مخبيه. الجندي اللي مكلف بيه ومربيه سميتو قايل، وكايل وماكس بيناتهم واحد العلاقه خياليه، بحال الخوت كيفهموا بعضياتهم غير بالشوفه. واحد النهار قايل وماكس كانوا في مهمة وسط واحد القرية صغيرة. ماكس بقى كيشمشم حتى دخل لواحد الدار وبدا كيحفر في الأرض بالزربة. مول الدار بغى يغدر ماكس ويقتلو، ولكن كايل كان راجل، حماه في آخر لحظة وقبض على خونا. ملي قلبوا ديك البلاصة لقاو كنز ديال السلاح مخبي تحت الدار. صوروا داكشي كامل وصيفطوا تقرير للقيادة. كايل كيعيط لعائلته باش يطمنهم، كيقول لهم باللي ماكس بطل وخصو ميدالية على هادشي اللي دار. باهري ومو بام كانوا فخورين بيه بزاف، ولكن في ديك الدار كاين خوه الصغير جيسون، وجيسون كان حاسد خوه ومقلق، حيت والديه كيعطيو قيمة لكايل كتر منه، وكيشوفوه هو غير برهوش ما كيدير والو في التالي. هاد الغيرة خلات جيسون ما بغاش حتى يهدر مع خوه في التليفون ويسلم عليه. نرجعوا لقايل، ملي رجع للقيادة عيطوا ليه لواحد التحقيق. قالوا ليه اودي السلاح اللي في الصور كتر من السلاح اللي مكتوب في التقرير، كاين تلاعب وشفارة. كايل تصدم، ملي خرج مشى نيشان عند صاحبه في العسكر تايلر. بان باللي تايلر هو اللي كيسرق السلاح، وكايل قال ليه باللي هادشي زاد على حده، والمرة الجاية غيبلغ عليه القيادة باش يخلي مسؤوليته. وهنا الخوت كتبدا الخيانة. الغد ليه كتيبة خارجة في مهمة استكشافية، وهما غاديين ماكس وقف بلاصتو ما بغاش يزيد. الكلب شم ريحة الخطر. كايل فهم بلي البلاصة ما فيهاش الأمان وبغا يرجعهم، ولكن تايلر الخائن قال لهم عندنا أوامر، خصنا نزيدو القدام وما نحبسوش. غير زادو خطوة، بوم، انفجار قوي هز البلاصة. قايل جرى نيشان وسط العجاج باش ينقذ الكلب ديالو وطلب من تايلر يغطيه بالقرطاس، ولكن واش تايلر غيعاونو؟ أكيد لا. تايلر تخبى، خلى كايل بوحدو في وسط القرطاس، وهادشي كان هو السبب في الموت ديال البطل كايل. ندوزو دابا لدار العائلة. جيسون جالس مقابل الكمبيوتر كيخترق الألعاب، باه كيهضر معاه باغي يعلمو الاعتماد على النفس. فجأة وقفات طوموبيل ديال العسكر قدام الدار، نزلوا منها جوج ضباط باللبسة الرسمية. الأب ري مشى كيجري للباب، غير شافهم فهم البلان. كايل ولدو مات في الحرب. صدمة كبيرة، طيحات العائلة كاملة. في الجنازة ديال كايل داخل الكنيسة جابوا الكلب ماكس. الكلب ملي دخل فلات ليهم، مشى كيجري نيشان للتابوت ديال كايل. مسكين بقى كينبش في التابوت باغي يجبد صاحبه بأي طريقة، كيبكي وكيغوات بواحد الطريقة كتقطع القلب. تخبى تحت التابوت وما بغاش يتحرك، تا واحد ما قدر يخرجو، تقرب منه جيسون. هاد ماكس شم فيه ريحة خوه كايل، وهنا عاد هدن وخرج معاه بشوية. من بعد الجنازة ماكس داز في تقييم طبي. الحكم ديال الجيش كان قاصح الإعدام. الجندي قال للعائلة بلي ماكس تصاب بمرض اضطراب ما بعد الصدمة. ماكس ما بقاش كيسمع لأي واحد ولا كيخاف من السطاع والقرطاس، ولا خطر ومستحيل يخدم مع الجيش. جيسون قرب من ماكس، عطاه أمر باش يجلس، وماكس سمع ليه بكل هدوء. الأب راي ملي شاف هادشي قرر يتبنى ماكس على مسؤوليته الخاصة باش يعتقو من الموت، وخلى جيسون هو اللي مكلف بيه. ولكن في الليل ماكس مسكين جاه الاكتئاب، بقى غير كينبح وكيغوات حيت توحش صاحبه. جيسون هبط عنده في الجردة، جلس حداه عاد هدن، ولا جيسون كيضطر يبات معاه في الجردة باش الجيران يقدروا ينعسوا. الصباح جيسون تلاقى مع صاحبه تشوي وعطاه واحد اللعبة مخترقة. جيسون عاود ليه على ماكس باللي راه كلب مجنون وما يقرب ليه حد. تشوي خاف وقال ليه سمعت باللي هاد الكلب قتل 10 د الناس الحرب. هنا دخلت في الهضره كارمين بنت عم تشوي، وكارمين كطير في تربية الكلاب. قالت لجيسون هاد الهضره خاوية،
الكلب خصك تروضو من الزيرو وانا غنعاونك. مشاو للدار. ماكس غير شافهم بدا كينبح. كارمان عطات الماكلة لجيسون وقالت ليه ما تعطيهش ياكل حتى يخليك تقيسو الاول. وفعلا جيسون قدر يقيسو، حيد ليه السنسلة وبدا كيعاودو يمشي حداه. الام بام فرحات وارضات عليهم يتغداو، وهما جالسين كيتغداو فجأة ماكس طار ليه الفريخ وبدا كينبح بالجهد بحال يلا. شاف جن. شكون دق في الباب؟ تايلر، صديق كايل الخائن. الأم غتفاجأ تايلر بماكس، ولكن ماكس غير شافو عاقبيه، طير السنسلة ومشى باغي يرياش تايلر حيت عارفو هو اللي غدر صاحبو. جيسون شدو بزاز. كارمين قالت لجيسون واحد الكلمة واعرة: الكلاب ديما تتعرف تحكم على معادن البشر. الأب راي جلس كيهضر مع تايلر، والراي سول تايلر: كيفاش مات ولدي كايل؟ تايلر الكذاب الخبيث قلب القصة كاملة. قال ليه الكلب ماكس تسطى وهرب بسبب القرطاس. كايل مشى يعتق الكلب وخلى راسو القرطاس، وهذا الشي اللي قتلو. الري ملي سمع هاد الشي غلى الدم في عروقو، قرر يقتل ماكس بيديه. مشى جاب المسدس ديالو وبغى يجر الكلب للطوموبيل. جيسون خرج كيجري، منعو قال ليه انا واثق في خويا، مستحيل يخلي كلب يغدرو. ماكس اوفى كلب واكيد كاين شي سر في هادشي. باع عطاه فرصة أخيرة وقال ليه يلا، دار هاد الكلب غير غلطة وحدة غنقتلو. جيسون ما بقاش جالس، مشى كيطير عند المدرب القديم ديال ماكس في العسكر. المدرب أكد ليه باللي ماكس من أذكى الكلاب ومستحيل يغدر حد. جيسون سولو على تايلر. المدرب قلب في السجلات، وهنا كانت الصدمة. تايلر مطرود من الجيش لأسباب إدارية، ماشي تجرح كما كذب عليهم. المدرب عطى جيسون واحد دي في دي فيه تدريبات ماكس وكايل. جيسون تفرج فيه، عينيه دمعوا ملي شاف الحب الكبير بين خوه والكلب. هنا جيسون تيقن 100% باللي تايلر كذاب ومجرم. واحد النهار واحد الخونة من عصابة سميتو إيميليو جا عند شوي باغي يتلاقى بجيسون باش يختارق ليه شي ألعاب. في هاد اللحظة إيميليو جاتو مكالمة من عند شكون؟ من عند تايلر، كيتفاهموا على شي بيعة. جيسون عاقب البلان، خلى ماكس يشم الفلوس اللي عطاه إيميليو، وبداو متابعين الريحة في الغابة. بقاو غاديين حتى وصلوا لواحد البلاصة، وشوفوا معايا الكارثة اللي لقاو. تايلر كيهرب السلاح ديال الجيش وكيبيعو العصابة ديال إيميليو. تايلر كان جايب معاه جوج كلاب شرسين. ملي سالوا البيعة طلق الكلاب باش يقلبوا البلاصة. الكلاب جراو نيشان جهة جيسون وماكس، وماكس البطل ديالنا ضحى براسو، خرج ليهم نيشان وبدا كيتضارب معاهم بشراسة باش يعطي فرصة لجيسون يهرب. جيسون هرب بشكليطة حتى طاح ومشى للطريق العمومي. ماكس قدر يهزم دوك جوج كلاب ورجع عند جيسون مجروح وداه للبيطاري. ملي رجع جيسون للدار لقى تايلر جالس مع عمو ومعاه بوليسي. تايلر الماكر لفق تهمة لماكس، قال للبوليس باللي ماكس عض واحد بوليسي في الغابة، وجابوا ليهم ورقة باش يديو الكلب للإعدام. تايلر جر جيسون لواحد القنت وهدو نيشان. شوف البرهوش، يلا حليتي فمك باللي شفتيني في الغابة رنقتل عايتك كاملة. جيسون مسكين خاف على عائلته وسكت. البوليس داو ماكس للملجأ، ولكن ماكس الواعر غير بغاو يدخلوه على القفص طار ليهم وغبر، هرب ليهم وسط الظلام. في الليل الأب راي حس باللي كاين شي حلقة مفقودة في القصة. هز طوموبيلتو ومشى للمخازن ديال السلاح اللي كيحرسها باش يقلب، ولكن فجأة لقى تايلر وصاحبو كيسرقوا صنادق السلاح. راي بغى يتدخل، خرج ليه إيميليو من اللور، حط ليه الكابوس في الراس وربطوه. في الدار جيسون عرف باللي باه فخطر، وفي هاد اللحظة كيسمع نباح ماكس في الجردة. ماكس رجع للدار. جيسون عيط لصاحبو تشوي وخرجوا بثلاثة تابعين ماكس في الغابة باش يعتقوا باه. وصلوا لمكان العصابة، راي مربوط وتايلر وإيميليو تما. فجأة تليفون تشوي صونا. الكلب ديال تايلر سمع الصوت وجرى جهتهم.
تايلر عرف بلي جيسون تما وعطى الأمر الكلب ويمزقهم، ولكن ماكس طار نيشان جهة الكلب تايلر. جرو لواحد الشلال ضرب معاه ولاحو في الماء داه تيار وتخلص منه نهائيا. إيميليو بان ليه تشوي وبغى يقتلو، ولكن جيسون جا طاير بالبيكالة، ضرب إيميليو طيحو من المنحدر، تفرشخ مع صخرة وتهرسات ليه رجلو. الأبراي استغل هاد الروينة، ضرب داك لي كيحرسو وفك راسو. ماكس جا كيجري وزاد كمل على الحارس، بقى ليهم يهربوا، ولكن تايلر الخائن باغي الدم. تايلر ركب في طوموبيلتو وتبع جيسون وماكس وسط الشجر باغي يطحنهم. الأبراي وقف ليه في الطريق، جبد الفردي ديالو وضرب آخر قرطاسة عنده نيشان في الموتور ديال طوموبيلة تايلر. الطوموبيلة تقلبات من فوق واحد القنطرة وشعلات فيها العافية، والقرطاس والقنابل اللي لداخل بداو كيطرطقو. تايلر خرج من الطوموبيلة ولقى جيسون هبط عليه باغي يقتلو، ولكن واش ماكس غيخليه؟ ماكس طار من اللور، مقد على تايلر بشراسة، طاحوا بجوج من القنطرة. تايلر تفرشخ ومات، وماكس قدر ينجو حيت هو بطل أسطوري. والبوليس جاو لعين المكان وطواو هاد الملف. الوقت داز، كنشوفو جيسون وقف قدام القبر ديال خوه البطل كايل، وماكس وقف حداه من بعد ما برا من الجراح ديالو. ماكس ما بقاش غير كلب عسكري، ماكس ولا فرد من العائلة، وبطل حقيقي اللي انتقم صاحبه وحمى عائلته. وهذه كانت النهاية ديال فيلمنا، قصة ديال الوفاء اللي قليل فاش كنلقاوه حتى في البشر. يلا، عجبكم الفيديو ما تنساوش تخبطوا داك اللايك وتابعونا في قناة هيميد فيلمز وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. خليو لي رأيكم في اللي كومنتير ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.